كانت البيوت من طين ومتشابهة ومتقاربة. وفي يوم من الأيام قلت لزوجتي: دعوت ضيوفا للعشاء، والعشاء كان موعده المعتاد بعد المغرب مباشرة، وطلبت منها أن تجهز كل شيء في موعده. يقول: ذهبت إلى المزرعة لأجلب بعض الأشياء، ورجعت على أذان المغرب، وعندما دخلت البيت وجدت زوجتي نائمة، فأخذت العصا وضربتها بكل قوتي من شدة الغضب، وبعدها حدقت في البيت، فإذا به بيت جاري، وأنا دخلته بالخطأ، والمرأة التي ضربتها هي زوجة جاري. فلطمت وجهي وخرجت مسرعة، وعندما دخلت بيتي وجدت زوجتي قد جهزت كل شيء وتنتظرني. يقول: قدم الضيوف وضيفتهم وأنا منزعج، ووجهي مقلوب وحزين من الخطأ الذي قمت به. وبعد مغادرة الضيوف لم أخرج من بيتي أسبوعا، وأنا أشعر بضيق في صدري، أنتظر جاري يشتكيني، ولكنه ما شكاني. بعدها ذهبت إلى سوق الذهب واشتريت طقم ذهب، وطرقت باب جاري وقلت له القصة، وقلت: هذا الذهب راضي به زوجتك بالنيابة عني عن الضرب الذي تعرضت له مني. قال الجار: والله لم أعلم بالحكاية إلا منك الآن. أسبوعا وأنا مستغرب أرى زوجتي متغيرة، وأصبحت تهتم بشغل البيت. ليتك كل أسبوع تدخل وتجلدها. خذ ذهبك ولا تفسد ما قمت به. الزوجة ظنت أن من ضربها هو زوجها. إذا أعجبك المحتوى فلا تنسى الاشتراك في القناة.